عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا متابعين يا حلوين؟ هنسمي بالله بقى وهنقول لكم هنعمل ايه النهارده. هنعمل فراخ، هنعمل صينية بطاطس بالفراخ، الصينية المعتمدة لكل بيت مصر. اول حاجة حاطين حلة ألمونيا بتغلي، طبعا اي حلة يعني، بس انا عند ماما فحطها حلة ألمونيا. نحضر بقى ايه، نجيب البصلة المبشورة. البصلة المبشورة اهي، بشرينها وحاطين عليها ملح وفلفل بس، ورق لوري وحبهان، ونضيفها على المية السخنة. لما ضفنا البصل والورق اللوري والحبهان، لو عندك جزر حطي، اللي انت عايزاه، بس انا بحط بصل مبشور بدعكها بالملح والفلفل وورق لوري وحبهان بس. وانا بحب ايه، الفراخ تبقى طالعه من الفريزر، بتبقى احسن ما تكون لسه جايه ايه طازه. نسقط ايه الفراخ، نسيبها تغلي بس حاجه بسيطه ونحط الغطا عليها. ودي الصينيه بتاعت ايه، البطاطس، شرايح بصل، شرايح فلفل اخضر، لو عندك فلفل احمر حطي، بس هي اصلا يعني الصينيه بتاعت امهاتنا ما بيعملوش فيها اي افتكاسه. هنضيف بقى ايه، مرقه دجاج عشان هنعمل فراخ، وفلفل وملح وبابريكا وتوم باودر والسبع بهارات، ونفركهم مع بعض. شوربتنا الجميله بعد ما بدأت في الغليان نغطي عليه. بعد ما ضفت البطاطس وفركت بقى البصل بالتوابل بالبطاطس، ايه رأيكم بقى نكمل معاكم؟ هنحط ايه دلوقتي تاني؟ هنضيف عصرة ليمون، نص ليمونة، بتودي صينية البطاطس في حتة تانية خالص. نضيف بقى السمنة بتاعتنا، معلقة حلوة كده محترمة، نقلبها شوية على النار. مش هنحط طبعا عصير الطماطم دلوقتي خالص، لما كل ده يتشوح مع بعضه بتاخد كده شوية سوا، حاجة بسيطة يعني، بتتغلب بقى بكل التوابل والسمنة وعصرة الليمون. على فكرة دي صينية البطاطس دي أحلى صينية بطاطس بقى تاكلوها من إيد ماما، ربنا يديها الصحة والعافية، هي اللي معلمانا الطريقة دي المرحلة اللي احنا وصلنا ليها، اللي احنا ايه عايزينها. بصوا 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 البطاطس بقت لونها ازاي، بتبقى طعمه. بصوا بصوا الصوص بتاعها، ولسه ما حطهاش ولا طماطم ولا حاجه. بصوا المرحله دي بقى هنضيف ايه يا حلوين، الطماطم. الطماطم دي بقى ليها طريقه برضك، انا بعملها على النار الاول، بحطها كده، بشيل العنقود بتاعها واحطها بشقشق ميه وحبه بابريكا واسيبها على النار تاخد غلوتين، واضربها في الخلاط واحطها في الفريزر، ولا اشتغل بيه على طول اشتغل بيه، ما بتهدرش معاكي الطماطم. وطبعا بصفي انا الطماطم، ولا بحب بذر ولا قشر. بقى معلقه الصلصه
لان الطماطم اليومين دول زي ما انتوا شايفين طول الوقت ما بتبقاش حمرا قوي. نظبط بقى التوابل بتاعتنا، نشوفها عايز توابل تانية ولا لا. وكمان هنحط معلقه سكر صغيره، ليه؟ عشان ما يحماش على قلبنا، وعشان معلقه الصلصه اللي احنا حطيناها. نجيب بقى معاكم ونحط معلقه السكر بس كده، بس تاخد غلوتها. نغطي عليها ونوطي. يا جماله يا جماله، صينيه بطاطس ما فيهاش اي افتكاسات. إيه، ما فيهاش يعني اختراعات، معلش مش بعرف اقولها دي. ما شاء الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. تاكلي بالهنا يا رب. طريقتك يا ماما اهي، ما شاء ايه رايك الله فيها؟ جميلة، تسلم ايديكم. خلاص استوت وحطينا عليها الفراخ. نحط عليها شويه صلصه من بتاعه البطاطس، تبقى طعم تاني. صراحه البطاطس بالفراخ دي حكايه. بس بعد ما ندهنها كده ندخلها الفرن. يا جمال صينيه البطاطس وهي جوه اهي، بصوا بدأت تتحمر الفراخ. حطينا الشوايه اخر حاجه. صينيه البطاطس بعد ما طلعت من الفرن حطيناها الاول تحت شويه، كده فتحنا عليها الشوايه عشان تبقى قمر كده. احلى صينيه بطاطس دي ولا ايه؟ بالهنا على قلوبنا وقلوبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، وتعملوا الطريقه دي وتقولوا لي ايه رايكم فيها، هتعجبكم. سلام عليكم.